الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناه متعه الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهارده فتة اللحمه. هقول لكم ازاي نعملها بالعيش البلدي، وكمان تقدروا تعملوها بالعيش السوري او الشامي بنفس الطريقه. هنعملها بطريقه مميزه جدا، هتطلع طعم الفته مختلف ومعاكي لذيذ جدا. بس يلا قبل ما نبتدي انزل اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه اول مره تشوفيني، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. يلا علشان نبتدي. اول خطوه معانا هنا هنحضر اللحمه بتاعتنا علشان تتسلق. هنجيب الحله بتاعتنا وننزل بيها على النار، والنار بتاعتنا تكون عاليه. هنبدا ننزل بقطع اللحمه بتاعتنا بالشكل دوت، ونديها صدمه من كل الجوانب. كل ما تاخد لون من جنب هنقلبها على الجنب التاني. بعد ما تاخد الصدمه بتاعتنا من كل الجوانب هننزل عليها ببصله، ونبدا نقلبها كده لحد ما البصله بتاعتنا تتشوح شويه وتتكرمل شويه. هننزل بقى عليها بالتوابل، معلقه صغيره من توابل اللحمه ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونديهم برضو تقليبه مع بعض كده. وننزل عليهم بقى بجزرايه صغيره وطماطميه صغيره قرن فلفل حامي او بارد زي ما تحبي. نديهم تقليبه مع بعض كده. الاضافات دي يا جماعه بتدي تست جميل قوي للشوربه، وكمان بتقلل الزفر بتاع اللحمه. اخر حاجه بقى هننزل عليها بالميه بتاعتنا، وتكون ميه مغليه علشان اللحمه بتاعتنا ما تأستكش، لان هي خلاص بقت سخنه. فلو نزلنا عليها بميه ساقعه كده هنعمل لها شك وهتأستك مننا وهتطول معانا قوي في السوا. بس كده اول ما تغلي هنغطي عليها ونهدي النار خالص ونسيبها بقى لحد ما تستوي خالص. ونروح للخطوه اللي بعدها بقى، وهي تحضير العيش. معايا هنا 3 ترغيفه من العيش البلدي. تقدري تزودي العدد او تقلليه براحتك. دي هنا المقادير هنا هتقضي وجبة الفردين. هنبدأ نقطع بقى العيش بتاعنا شرايح بالطول، وبعدين شرايح بالعرض لمكعبات كده. حجم المكعب يكون يدوبك على قد المعلقة. استعملي بقى مقص او سكينة براحتك. هنقطع كل الكمية بنفس الطريقة. بالشكل ده كده. هنسيب بقى العيش بتاعنا على جنب ونروح للخطوة اللي بعدها. هنا ده اوريكي حجم القطعة. معايا هنا راس من التوم هننزل بيها في الهون، او تقدري تستعملي الكبة براحتك، بس في الهون بيبقى ألذ الصراحة. هننزل بنص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. ونبدأ بقى ندق التوم بتاعنا لحد ما يتفرم معانا ناعم خالص. بالشكل ده كده، يعني دقيه على قد ما تقدري. هننزل عليه بقى بمعلقتين كبار من الزيت، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم لمدة دقيقتين 3 كده على جنب، بحيث التوم ينزل الطعم بتاعه مع الزيت. هناخده بقى ونروح للعيش بتاعنا. في المرحلة دي احنا بنكون مشغلين الفرن بتاعنا يسخن. هنبدأ ننزل بالثوم بتاعنا على العيش ونوزعه بالشكل ده. هننزل بكمية الثوم كلها، وهنسيب بس معلقة صغيرة في الاخر هقولكم هنعمل بيها ايه. يعني هنسيب قد معلقة كده زي ما قلنا. هنركنها على جنب بقى، ونبدأ نقلب في العيش بتاعنا مع الثوم،
ولو تقدري تمسيه بايدك هيبقى احسن، بس لو مش عايزه ايدك يبقى فيها ريحه قلبي بالمعلقه عادي مش هتفرق. هنوزع بقى التوم كله كده، وناخد العيش بتاعنا ونحطه في الفرن على الرف الوسطاني، ونكون مشغلين الشوايه والارضيه على درجه حراره عاليه، وكل فتره والتانية هنبص عليه ونقلبه علشان ما يتحرقش. على ما العيش بتاعنا يتحمص بقى هنروح نجهز الصلصه بتاعتنا. هنجيب حله على النار وننزل فيها بمعلقه صغيره من الزيت، وهننزل بيها وننزل فيها بباقي كميه الثوم، هي المعلقه الصغيره اللي احنا سيبناها على جنب. هننزل بيها بقى كده في الحله، ونبدا نقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي. هنا احنا عايزين التومه تبقى لونها اصفر، يعني تغير لونها، مش ان هو بس يدوبك تطلع الريحه، لا احنا عايزينها تغير لونها، تبقى لونها اصفر ذهبي. هنفضل نقلب كده لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه. معايا هنا فنجان من الخل، اللي هو قد ربع كوبايه من الخل. هنطشه بقى كده في التومه ونديله تقليبه يا دوبك، هو دقيقه واحده بس، وهننزل عليه بالصلصه بتاعتنا. دي الصلصه اللي انا عملتها معاكم قبل كده، رجعوا شوفوا الفيديو، او تقدروا تستعملوا صلصه جاهزه، او ممكن برضو تضربوا طماطم فريش في الخلاط. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا كده على الثوم والخل، ونبدأ نقلبهم، وهنزود بس حاجة بسيطة مية كده علشان ندي مجال للتومة بتاعتنا ان هي تستوي. هننزل عليهم بقى بالملح بتاعنا، الملح بتاعك على حسب الرغبة، معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من الكزبرة الناشفة، وهنقلبهم كده مع بعض. هنغطي الحلة بتاعتنا بقى ونسيبهم يتسبكوا مع بعض شوية. هنا بعد 10 دقايق كان ده الشكل بتاعنا، خلاص الصلصة بتاعتنا كده جاهزة، هو يدوبك بس التومة تستوي، الصلصة بتاعتنا اصلا متسبكة. هنا العيش بتاعنا كان خلاص طلع من الفرن، اتحمص بالشكل ده زي ما انتوا سامعين كده القرمشة بتاعته. هناخده بقى ونروح نطبق الطاجن الفتة بتاعنا. هننزل اول حاجة بطبقة العيش، ننزل كده كل العيش بتاعنا، وهنلاقي التوم بتاعنا اتحمص تحت كده بالشكل ده، نزليه برضو. هنفرد طبقة العيش بتاعنا كده، نكون محضرين معانا بقى رز بالشعرية، او رز حباية وحباية، او رز سادة زي ما تحبي. ده سهل بقى تقدروا تحضرونا، ما رضيتش اصوره علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنبدأ ننزل بالرز بتاعنا كده ونفرده طبقة على الوش، يعني بحيث يغطي العيش كله. هنفرد بقى كل كمية الرز بتاعتنا، كميات بقى تقدري انت تحدديها براحتك، يعني ممكن تحبي انت تزودي عيش اكتر او رز اكتر براحتك، كميات هنا يعني مش محددة. هنفرد بقى الرز بتاعنا كله كده بالشكل ده، وننزل على الوش كده بالصلصة بتاعتنا. ممكن تنزلي بس حاجة بسيطة كده كزينة، وبعدين تحط الباقي في بولة على السفرة بتاعتك، واللي حابب يزود براحته. بكده يكون الطاجن بتاعنا جاهز على اخر خطوة، اللي هي الشوربة. بنضيفها قبل الاكل على طول علشان العيش بتاعنا ما يتشربش الشوربة ويعجن، فبنضيف الشوربة قبل الاكل على طول بالشكل ده.
وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. لو عندكم اي استفسار بقى او تعليق اكتبولي في الكومنتات تحت، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو لسه اول مرة تشوفوني، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم الفيديوهات بتاعتي اول باول. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، بحبكم.